مقلوبة رز وبازاليا. هيدي الأكلة محبوبة الجماهير. أول شي نشفت اللحمة على النار، بعدين ضفت لها شوية سمنة مع شوية زيت نباتي، حطيت لها معلقة بهار أبيض ومعلقة فلفل أسود وملح، وقلبتهم مع بعض لحتى استوت. شلت منها تقريبا كبشة وتركتها على جنب. وبطنجرة على النار حطيت شوية سمنة مع شوية زيت نباتي، وضفت فوقهم البازاليا والجزر أنا فرزتهم من قبل، قليتهم مع بعض وشلت منهم كبشة على جنب، وضفت فوقهم اللحمة اللي مقليتها قبل. ضفت لهم 3 كاسات رز بسمتي منقوع ومغسل منيح، وبمية النقع حطيت معه معلقة خل أبيض، وحطيت نسبة المي لكل كاسة رز 1.5 كاس مي غليانة، وحطيت معهم مكعبين ماجي. ضبطت لهم الملح، حركتهم مع بعض وبس غلوا ضعفت تحتهم وتركتهم لمدة 15 دقيقة على النار، وطبعا على نار هادية لحتى تنهنهوا واستووا. طنجرة تانية ما إلها أدنين أنا هي تاركتها مشان المقلوبة. حطيت المكسرات، أنا استخدمت اللوز الصنوبري والكاجو محمصتهم من قبل، وضفت اللحمة فوقهم اللي كنت شايلتها على جنب، والبازاليا والجزر اللي قمتهم على جنب. حطيت فوقهم الرز البازاليا اللي طبخته، حطيت الكمية كلها وقلبتها. شلت الطنجرة شوي شوي، وهيك طلع معي ألوان بتاخد العقل، ومقلوبة طعمتها ولا أطيب، مزينة بالمكسرات اللي بتشهي، منظر بيفتح النفس لحاله. جربوها بطريقتي واعطوني رأيكم. إذا عم تحبوا فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب، تعملوا دعوات لأصدقائكم ومشاركات لمنشوراتي.